لو ما عندكيش في التلاجة غير ربع مفروم ومحتارة بقى الحيرة بتاعت كل يوم ومش عارفة هتطبخي اكل ايه النهاردة، يبقى الفيديو ده بقى علشانك. النهاردة ان شاء الله يا حبايب قلبي هنطبخ مع بعض اكلة سهلة وسريعة. عايزة اقول لكم ما بتاخدش وقت خالص في التجهيز بتاعها، والاهم من كده انها هتتنسي في نشف ولادك بجد وجوزك هيحبوها جدا. في منتهى الجمال، ممكن تعمليها يعني كأكلة مطاعم كده معمولة في البيت، وان شاء الله بجد يعني هتنبهري من النتيجة. عملنا يا جماعة النهاردة صينيتين غدا بربع مفروم، زي ما انتم شايفين بقى الشكل كده اللهم بارك بيتحدث عن نفسه. في منتهى الجمال، حاجة بقى سايحة ونايحة كده من الآخر. أتمنى بقى يا حبايب قلبي إن كلكم تتابعوا معايا الفيديو للآخر، وإن شاء الله هيعجبكم جدا. هنسمي بقى بالله وكده ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ بقى بالمقادير بتاعتنا على طول. في طاسة بقى نضيفة على النار هنحط فيها رشة زيت صغيرة خالص، وبعد كده هننزل بقى بربع مفروم. انا حبيت اوريه لكم في الطبق ده يا جماعة، سلطانية صغيرة خالص، والله العظيم ده ربع مفروم، اقسم بالله العلي العظيم ده ربع مفروم. طب انتي بتحلفي ليه يا ام عبد الله؟ علشان كتير جدا بعمل اكلات بربع مفروم وفي الاخر يقولوا لي لا 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 ده مش ربع مفروم خالص يا ام عبد الله. يا جماعه البركه، بصوا على البركه. طالما في ايدك فيها بركه الربع والله هيزيد معاكي، يعني هتلاقيكي بمية كبيره. دلوقتي شوحت اللحمه، بصوا بعصجها بالطريقه العاديه خالص. اول حاجه بشوحها كده في الزيت، وبعد كده بنزل عليها ببصلايه تدبل شويه، بروح نازله بقى بشويه كده من الفلفل اللي هو الرومي، والفلفل كمان الملون ده انا بحطه يعني في الفريزر، وشويه كمان من التوابل عباره عن الملح والفلفل والبابريكا، وشويه كمان من بهارات اللحمه المشكله. اخر حاجه بضيف كده معلقتين كبار من الكاتشب، عايزه اقول لكم بيخلي اللحمه بتاعتنا تبقى جوسي كده وفيها عصاره جميله قوي. خلاص كده بقى هي اللحمه المفرومه المعصجه الجميله دي استوت، هنحطها على جنب. ده بقى يا جماعه ايه ده؟ العيش السوري اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، ده اللي هو كنا عاملينه مع بعض بميه وملح ودقيق. كنت حاطاه في الفريزر بقاله عندي مثلا تقريبا 10 ايام او اكتر، مش فاكره والله. طلعته وسخنته كده في التوستر بقى دافي وكأنه ما شاء الله رجع جديد. هنحط فيه بقى الحشوة بتاعتنا. حمرت كمان شوية بطاطس، وعندي كان شوية في التلاجة جبنة موتزاريلا، فقلت برضو هستخدمها معاكم. ما عندكيش جبنة موتزاريلا على فكرة عادي جدا ممكن تستخدمي اي نوع جبنة تاني زي الشيدر او حتى جبنة الرومي اللي هي المبشورة، هتبقى حلوة قوي. في الاول كده بنعمل ايه بقى في الحشوة؟ بنحط الاول كده المعلقة كده او معلقة ونص من العصاج اللي هو بتاع اللحمة، وبعد كده بترصي عليه كام بطاطايه وشويه كمان من الجبنه الموتزاريلا، وتحطي بقى رشه كده من المايونيز والكاتشب. ده يا جماعه اختياري، بس عايزه اقول لكم برده بيخلي الطعم حلو جدا. وبتبداي بقى تبرمي كده الرغيف، ما شاء الله والله يا جماعه العيش طعمه حلو جدا جدا جدا، احلى 100 مره من العيش السوري اللي بيتجاب من بره. يعني لو كوبايتين دقيق ما شاء الله ممكن يعملوا لك 10 ترغيفه من الارغفه اللي هي بتاعه العيش السوري الجميل ده. شايفين ما شاء الله حلو جدا. انا عملت ما شاء الله تقريبا يعني 12 رغيف. جبت بقى صينيه بايركس كده وحطيت بقى فيها شويه صغيرين خالص من السمنه او الزبده من تحت، علشان بس الساندوتشات الجميله دي ما تلزقش. وهرصها بقى من فوق واحط لها كمان شويه جبنه موتزاريلا. دي بقى الصينيه التانية، وبرضو هنزينها من فوق بالجبنه الموتزاريلا. على فكره يا جماعه طريقه العيش للناس اللي هي عايزاها انا حطيتها لكم في اخر الفيديو، دلوقتي يعني هتشوفوها. بقى الصواني بتاعتي الجميلة دي في الفرن هنحطها يا جماعة في الفرن في الأول من تحت، يعني لمدة 10 دقايق. أول ما نحس بقى إن كل المكونات كده بقى امتزجت والعيش كده سخن بقى وكله كده بقى ايه زبدة مع بعض ودايب وجميل، هنروح منزلينها تحت الشواية بقى ايه دقيقتين لغاية برضو ما تاخد اللون. هي بص الصينية اللي هي على اليمين دي خدت لون حلو، بس الحقيقة التانية يعني غمقت شوية، بس الاتنين عايزة اقول لكم برضو طعمهم حلو جدا. شايفين بقى العيش ما شاء الله طري طري طري، ممكن تاكليها يا جماعه بالشوكه وممكن تاكليها كده بايدك. وده شكل بقى الصواني بتاعتنا كده عن قرب، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكلها والله يا جماعه تحفه تحفه تحفه. الطعم بتاعها قريب قوي من الكريب او اللي هي اللازانيا. عملناها بكوبايتين دقيق وربع لحمه مفرومه، عملنا ما شاء الله صينيتين غدا. ممكن تحطي جنبهم مخلل، ممكن تحطي جنبهم خيار وطماطم زي ما انا عامله، شويه بطاطس محمره، هتبقى اكله حلوه وسريعه وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت خالص، وعملتي اكله حلوه من ربع مفروم. دلوقتي انا حبيت بقى كده اقطع برضو من الصينيه التانية قدامكم علشان تشوفوا الجمال.
العيش يا جماعة ما شاء الله شرب من الصوص كويس قوي وبقى طري جدا، كمان اطرى من الاول بكتير. بجد والله لو جربتوها ان شاء الله هتعشقوها. دلوقتي هندخل بقى على الطريقة بتاعة العيش للناس اللي اكيد هتسألني طب العيش انت كنتي عاملاه ازاي يا ام عبد الله. شوية دقيق يعني تقريبا كوبايتين او 3 دقيق، هتحطي عليهم رشة ملح ورشة سكر صغيرة خالص ومعلقتين زيت. وبعد كده هتلمي العجينة بتاعتك دي بالمية الدافية لغاية لما تبقى عجينة طرية خالص كده وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. العيش ده يا جماعة أنا مسميه عيش الأزمات، يعني في أي وقت ما عندكيش عيش في التلاجة ممكن تعمليه، ولا بيتحط له بيكنج باودر ولا خميرة ولا بتستني إن هو يخمر ولا أي حاجة خالص، يا دوب بس بتريحي العجينة كده 5 دقايق علشان يعني بعد كده تعرفي تفرديها كويس، ومش أكتر من كده. شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتي بقت طريه ازاي؟ دلوقتي بقى بقسمها كور على حسب الحجم بتاع الرغيف. لو انت عايزاه كبير كبري الكوره من الاول، عايزاه صغير صغريها برضو. وبعد كده بروح جايبه طبق حاطه فيه معلقتين 3 زيت على معلقه نشا وبقلبهم كويس قوي. هم دول يا جماعه اللي انا هفرد بيهم كده، زي ما انتم شايفين بين كل رغيف والتاني بحط معلقه نشا بالزيت. انا هنا كنت فارده كذا واحد مع بعض، بس بصي مش هنصحك بالموضوع ده، انت احلى حاجه تعمليها ان انت تعملي رغيفين فوق بعض او 3 بالكتير قوي. تفردي 3 رغيفه او رغيفين مش اكتر من كده. وبعد كده تبططيهم علشان العجينه بتبقى مرتاحه ما شاء الله، بتمشي معاكي حلو جدا. بتفردي على ايه يا ام عبد الله؟ على الدقيق يا جماعه. وبعد كده بفرد بقى بالمردانه بتاعتي او النشابه كده بسمك يكون مناسب، بحيث ان الرغيف يعني يطلع معايا كده طري وشفاف ما يكونش تقيل. اهم حاجه ان انت ما ترققيش العيش قوي علشان ما يطلعش معاكي يعني خفيف قوي ويتقطع، لازم يعني يطلع ايه الرغيف كده ماسك نفسه علشان بعد كده يستحمل يعني اي حشوات. هنسويه بقى على الصاجة، او ممكن لو ما عندكيش صاجة هتسويه على الطاسة اللي هي التيفال من غير اي حاجة خالص. يا جماعة انا بخلي الطاسة بتاعتي او الصاجة دي تسخن خالص، وبعد كده ببتدي بقى احط عليها العيش. اول ما بحس ان العجينة نشفت كده وما بقتش فيها يعني دقيق ولون العجينة اتغير من الابيض للاصفر كده يعني ودخل في التسويه، ببتدي ان انا اقلبها من الناحيه التانية. وكل رغيف بحس ان هو استوى بحاول بقى بالراحه خالص افصله. شايفين كده؟ وبعد كده بقى بتطلعيه من التسويه على طول على فوطه بقى بتاعت مطبخ نظيفه وبتلفي فيها العيش. ما شاء الله شايفين حلو ازاي؟ وبخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. شايفين ما شاء الله بقى كميه العيش الجميله اللي احنا عملناها في ثواني؟ طرية جدا 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 يا جماعة. ممكن تعمليها رول في الشاورما، وممكن كمان تعمليها كده زي الكريب برضو هتبقى حلوة جدا معاكي. اتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة ومن فكرة الغدا الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض، وكمان من طريقة العيش الجميلة. لو وصلت لغاية هنا ما تستخسريش فيا اللايك، واعملي لي كمان متابعة لقناتي علشان ان شاء الله يوصل لكم كل ابداعاتي. بحبكم في الله، ما تنسونيش بقى في الدعاء. مع السلامة.